ليه غانا واوزبكستان مش هيلعبوا بقميصهم الاساسي في دور المجموعات؟ المهم غانا طقمهم الاساسي ابيض، فلما يلعبوا انجلترا وكرواتيا طبيعي يغيروا قميصهم الاحتياطي. طيب ليه انجلترا وكرواتيا مش هم اللي يغيروا؟ قال لك لان الفيفا في البطولات الكبيره بتحاول تحافظ على هويه المنتخبات الكبيره، فمش بيحبوا يلعبوهم بالقمصان الاحتياطي. طيب بنا ما بتلبس احمر، ليه غانا ما تلبسش ابيض؟ ده بقى مش مفهوم، ويودينا للتفسير الثاني ان الفيفا عملت جدول الوان كامل لدور المجموعات، وفضلوا اللون المضمون بصريا حتى لو مش مثالي لكل منتخب، وشافوا طبقا لمعاييرهم ان الابيض مناسب لكل ماتشات غانا. اوزبكستان بقى بعض الناس بتقول ان التيشيرت الابيض هو الاساسي، فهم ما عندهمش مشكله كده لانهم بيلعبوا بطقمهم الاساسي، لكن البعض الاخر بيقول ان قميصهم الاساسي ازرق، فلو ازرق دي مشكله لان الشورت بتاعهم بيتعارض مع شورت كولومبيا وبيتعارض مع تيشيرت الكونغو. فالتفسير الاكبر زي ما قلنا فوق، الالوان متحدده قبل دور المجموعات. قول لي بقى ايه تفسيرك للقصه دي؟